بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعبنا السوري، أتحدث إليكم اليوم والقلب يفيض فرحا بأخبار التحرير التي تتوالى، حيث تتحرر البلدات والقرى المحتلة تباعا من طغيان المستبد الظالم، فلا تكاد تمضي ساعة حتى تزف إلينا بشرى تحرير بقعة جغرافية جديدة، وأملنا بالله كبير أن يتحرر كامل التراب السوري قريبا من نير الظلم والقهر. وإلى أهلنا في حلب الشهباء، أبشروا بما يسركم، نحن أبناء الثورة الأوفياء لكم، وأمنكم من أمننا، وحقوقكم في أعيننا محفوظة بعون الله ورعايته. لقد أصدرنا تعليمات واضحة وصارمة إلى كل مقاتل بالتحلي بالانضباط واحترام حقوق المدنيين على اختلاف أديانهم وطوائفهم، ونعمل على ضبط الأمن ومتابعة أي تجاوزات أو شكاوي تصلنا. كما نؤكد أن الأوضاع ستشهد تحسنا ملموسا في الأيام القليلة القادمة بإذن الله، ثم بجهود أبناء الثورة الأبرار. على الصعيد الميداني، تواصل قواتنا تقدمها في ريف حماة الشمالي، حيث تتهاوى صفوف ميليشيات النظام بشكل متسارع. في الوقت نفسه تعمل كتائب شاهين على رصد تحركات العدو وتوجيه ضربات نوعية لطائراته الرابضة في مطار حماة، الذي تحول إلى قاعدة لانطلاق الطائرات التي تقصف الأبرياء في حلب وإدلب. إن عملية ردع العدوان مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها تأمين عودة المهجرين إلى ديارهم، وإنهاء حكم الفساد والاستبداد، وبناء سوريا جديدة تسع كل أبنائها على اختلاف طوائفهم وتليق بعزتهم وكرامتهم. وإلى جنودنا الأبطال حماة الجبهات، لقد أوكلت إليكم مهمة عظيمة لإنقاذ شعبكم، أنتم أمل المعتقلين واللاجئين والمهجرين الذين ينتظرون الفرج بفارغ الصبر. حافظوا على الأمانة وتعاملوا برحمة مع أهلنا في المناطق التي تحررونها، لا تتعرضوا إلا لمن يواجهكم، ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بيتا، كونوا على قدر المسؤولية فأنتم الأمل. أما أنتم جنود النظام وأركان حكمه، فإن بابنا مفتوح لمن يرغب في الانشقاق، وقد وصلتنا طلبات عديدة للانضمام إلينا من مختلف المناطق السورية، وسنعمل على تأمين انشقاقهم وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى في الوقت المناسب. نبشر شعبنا الكريم بأن عهد الأسد قد زال، وستعود سوريا حرة لكل أبنائها، فمن حق الشعب السوري أن يدير بلده بيده وأن ينهض بها إلى أعلى المستويات، وسوريا بخيراتها ورجالها المخلصين قادرة على بناء نموذج الدولة الحديثة القوية بعون الله ومشيئته.